السلام عليكم. عليكم السلام أنا ست فيحاء. الله يخليك. دكتور علي موسى التميمي، أخصائي الباطنية والصدرية والقلبية، نورتنا في برنامجنا وفي قناتنا. الله يحفظك من الله هاي الإطراء. الله يسلمك. دكتور علي، احنا مقبلين على فصل الشتاء، واحنا ايضا في فصل الخريف اللي هو يصير به احيانا الغبار وتساقط الاوراق وهذا التحسس من بعض الاتربه والغبار الموجود. حابه اسمع من حضرتك نصائح لكل من يسمعنا الان ويشاهدنا شلون يحافظ على صحته، سواء كان اب وام لاطفالهم او هم نفسيا. عشتي السؤال كلش مهم. تعرفين حضرتك اكو مبدأ الوقاية خير من العلاج. فالوقاية الجهاز التنفسي من الأمراض الصدرية مهمة جدا. احنا مو فقط من الأتربة والغبار، وكذلك أيضا الوقاية من العدوى، هذا بس شيء كلش مهم. المرضى اساسا المرضى اللي عندهم امراض جهاز تنفسي ضروري جدا جدا انه يتوقون ما تجيهم حالات نزله برد او انفلونزا او التهاب قصبات او التهاب رئه، حتى لا تتفاقم اساسا مشكلتهم الاساسيه اللي هي امراض الجهاز التنفسي. فلهذا هاي لها عده عوامل. اهم عامل اساسي احنا نحسن مساله الدفاع الذاتي للجسم، نزيد المناعة مالتنا عن طريق زيادة الأطعمة والأنواع الأكل اللي يزيد المناعة مثل الحليب، العسل، البروتينات، أيضا الخضروات، الفواكه. نفس الوقت نقلل بعض الأطعمة اللي ممكن تهيج المجاري التنفسية وتزيد لنا التحسسات وتزيد لنا احنا نقول عليها الحساسية، مثل توابل، مخللات. ايضا هاي اساس فرش عمر ايضا نتجنبها. تغير الجو من وغادي من حر البرد برد الحر ايضا لازم نتجنبه. يعني الملابس قصدك دكتور؟ اكيد هاي احنا دائما اقول لهم مرض قبل ما كنا صغار الشهادات هن البزايد لتطلع من حر البرد من برد الحر، هاي كليتها الها بعض. اهم نقطه انا انصح بيها هي اخذ لقاحات ضد الانفلونزا. أنا هاي أنصح خاصة المرضى اللي عندهم مشاكل جهاز تنفسي، اللي عندهم توسع قصبات، تدرم، كذا كذا، في حالة أو عجز جهاز تنفسي. في هاي الحالة نقلل من آثار الإنفلونزا وأيضا من تكرار تعدد الإصابة بالإنفلونزا. هاي نصيحة مهمة دائما أقولها المرضى، زين وهي موجودة بالمراكز الصحية ومتوفرة، وأنا سنويا يعني بداية موسم الشتاء وبداية موسم الصيف آخره. نعم. في سبيل وفعلا له فائدة عظيمة بالنسبة لي. نعم. بالنسبة لشبابنا اليوم اللي يكونون دائما يمكن بالكوفيات اللي مزدحمة بالأراجيل والتدخين، زين نصيحة لهم، هو راجع البيت يمكن الأبو الأم الأخو الأصغر من عنده، فنصيحة أيضا لشبابنا اليوم نسمع منك دكتور. التدخين يعني يمكن اغلبه الشباب، اغلبنا نشوف بالجهاز التلفاز بالبرامج يعني سبب رئيسي لامراض القلب والشرايين، سبب رئيسي لامراض السرطان، سبب رئيسي لامراض التهاب القصبات المزمن الانسدادي، بالاحرى النتيجه النهائيه عجز جهاز تنفسي. هاي بحد ذاتها مشكله. يعني شبابنا لازم ينتبهون إلها وشبابنا لازم يتعلموها. هاي ما حد شرب جقاير واستفاد، ما حد شرب جقاير وروح. أنا خلينا نحكيها بغير طريقة. الشخص المدخن تقريبا 80 سيسي من قابلية الرئة على استيعاب الهواء يفقدها سنويا بحكم تقدم العمر، بحكم الظروف المحيطة به. نعم. المدخن تزيد النسبة لحد 150 سيسي بقد الغلاس، فتصور ايش قد قابليته وكفاءة شو قال تنفس دكتور؟ قابلية ريته وكفاءة ريته ايش قد راح تقل ويا تقدم التدخين. نصيحتي بترك التدخين هاي. إن شاء الله. دكتور علي موسى التميمي، شكرا جزيلا هذه النصائح، تحياتنا لحضرتك.